السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن كنتم من المتتبعين الجدد لقناة الجديد سبورتس فلا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس. قضت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتوقيف عبد الإله الإبراهيمي الناطق الرسمي لنادي الرجاء الرياضي لمدة 2 نافذة وتغريمه مبلغ 100,000 درهم على خلفية شنآنه مع لاعب الجيش الملكي زكريا الهبطي. بينما أقرت ذات اللجنة توقيف الهبطي ل5 مباريات نافذة بعد الاحتكاك الذي نشب بينه وبين الإبراهيمي على هامش مباراة الرجاء والجيش يوم الأحد الماضي، وكانت مقابلة الرجاء والجيش قد حسمها التعادل بهدفين لمثلهما على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء لحساب الجولة الثانية من البطولة الاحترافية القسم الأول إنوي.